اليوم راح اراويكم طريقتي بالقيمه، ما راح اقول راح اعلمكم لان ماكو عراقي ما يعرف يسوي قيمه، بس كل بيت يسويها بطريقه، وهاي طريقتي اليوم راح اعلمكم اياها. اول شيء اجيب دهن حر واحط فوقها الليه والبصل واحمسهن كل زين، انتظر اللي الذب مالتها الدهن، وان احط البصل انتظرها اقل شيء نص ساعه. ورا ما يحمسون كل زين ابدي اضيف اللحم العجل مالته. لازم اللحم العجل يكون ما مقطع، يكون هيك طوال عن من ندرخه يصير الخيوط مال اللحم متمازجه، وانتظر اللحم يحمس كل زين لمده من 10 دقائق الى 20 دقيقه حسب النار مالتكم. وراها اجيب الحمص منقوع لمده ليله كامله، او اذا تريدون بس غاسليه وتحطوه ماكو مشكله. مقدار مال القيمه يعني تكون مضبوطه، كميه اللحم بقدها كميه الحمص بقدها كميه البصل. وراها اضيف المي واعوفه اقل شيء 3 ساعات على نار هادئه، ومن يستوي عندنا ويصير هيك اللحم ذايب ذوب نطلعها وندرخها. وهاي انتم مخيرين تريدون تهرسون كل الحمص او تبقون كم حبه مثلي. وراها ترجعون القيمه المهروسه على المي اللحم، وتجيبوا لكم جدر وتحطون بيه زيت والمعجون، تحمسون المعجون كل زين. وهاي بهارات القيمه، وانه مبصره توفرت عندي، هاي الخبطه مالتي الخاصه. اذا تحبون تطلبوها تقدرون تطلبوها عن طريق الدايركت او عن طريق الرقم مالتي. تحطون البهارات ويا المعجون وتحمسوهم كل زين، وبعدين تضيفوها على القيمه. واذا كانت ثخينه كلش تضيفون لها شويه مي وتظلون تدرخون بيها اقل شي نص ساعه. بس شوفوا لي القوام مال القيمه صار وشون علوشي. واخر مرحله نضيف الملح ونظل ندرخ بيها. وهسه كملت القيمه، ان شاء الله تعجبكم. للي ما يعرفني انا الشيف علي ربيعه، ولا تنسون الرزق لا علي ولا عليكم، الرزق على الله.